يا هلا بأحلى فراشات. بيبتدي مسلسلنا بالسيد كيم الابن الأصغر لأكبر عيلة في الصين، وهو مستني على نار حبيبته السرية جين، وبخطوات جريئة بتقرب وبتديله حنان فبينهار وبيفرد جناحاته. وكانت ليلة فراشات. بيمر الوقت وبيقف قصادها بملامحه الحادة. من اللحظة دي مش عايزة أشوفك تاني، الشهر الجاي أنا هتجوز. بلا مبالاة بتقول جين، بجد كنت فاكرة إنك متجوز من زمان. عموما مبروك. بيستغرب من برودها، وده لأنها عشيقة سرية من 3 سنين. بتقرب بمكر وبتلف ايديها وعينيها مركزة عليه. أظن بقى آخد فلوسي. بيقرب عليها بتملك عكس كلامه. إياك ألمحك قصادي من اللحظة دي. بتمسك السيجارة وهي مش مهتمة، وعلى رأي المثل يروح الغزال ويجي القرد، علشان احنا ابننا ما يتعوضش حتى لو غدار. انتي عارفة اني بكره ريحة السجاير، بتخلي الدخان يسقف على وشه. اسفة سيد كيم، بس انا حرة دلوقتي. وبتسيبه وبتمشي شايط منها. فتعالوا بينا فراشاتي وجهزوا لي قلبكم، علشان بطل النهاردة كاريزما قوي، بس مجنون قوي وهيجننا معاه. بس قبل ما نبدأ فيلا كلنا بصوت واحد: اهلا اهلا بالعيد، مرحب مرحب بالعيد. وكالعادة لو اول مرة تشوفني ما تنساش لايك واشتراك في القناة، لانه بيفرق معايا جدا. ويلا بينا نبدأ الحكاية. وعند جين بتتفاجئ صاحبتها يوم بالمبلغ اللي أخدته كتعويض. بتعرفها جين إن كل اللي بينهم كان مجرد مصلحة للمتعة وبس. يعني ما حسيتيش ناحيته بأي مشاعر؟ مشاعر؟ المشاعر ما بتأكلش عيش. في اللحظة دي بيوصلها رسالة من أبوها اللي بيعرفها إن مرات الأب عيد ميلادها الليلة ولازم تحضر. وهناك بتوصل بخطوات واثقة. بيقرب الأب بعصبية: فين هديتها؟ وأنا أجيب لها ليه؟ أوعدك لما تروحي لربك هوزع على روحك رز بلبن علشان أنا بحبه. بتحاول مرات الأب تقلل منها: واضح من لبسك إنك لقيتي راجل جديد، لا وكمان غني. غني قوي. تحبي أعرفك عليه؟ وقبل ما يتكلم الأب بتحاول الحيزبونة تنصحها: يا بنتي البنت ملهاش غير سمعتها، وانتي بقى اللي هتعلميني الصح من الغلط. انصحي نفسك الأول. لا، البت مجهزة رد من قبل ما تتكلم. تمام، قدامك حلين: يا تقبلي الجواز اللي عرضته عليكي، يا تخرجي من البيت، بس قبل ما تخرجي تسددي كل مصاريف اللي صرفناها عليكي. بتقرب جين وبصوت حاد بتقول: يبقى اشوفك في المحكمة. وهو بالمرة الكل يعرف حقيقة الأخت اللي سرقت جوز أختها وخلصت عليها، وقبل ما تفكر تقرب كانت واخدة على بوزها. بتوصل وقتها شين أخت جين الغير شقيقة: أمي انتي كويسة؟ في اللحظة دي بيقاطع نظراتهم صوت خطواته. حالة من السكوت، نظرات مليها الكلام. ده السيد كيم خطيب أختك وضيف مميز. خطيب؟ بتحاول مرات الأب تلفت انتباهه لأنها لاحظت نظراته لجين. دي بنت دورتي قليلة الذوق، بس ما تقلقش هعلمها ازاي تحترم نفسها. والله يا قرشانة ما في حد عايز يتعلم الأدب غيرك. بتقرب شين وبتمثل البراءة قصاده: جين انتي أختي، ولو أمي قالت كلام يضايقك فأنا أسفة. بتزقها لبعيد فبيلحقها كيم: إياكي تقربي منها تاني. تمام. وهوبا، وكانت هتمشي بيمنعها. بتخاف شين من نظراتهم وبتقرب أكتر: حبيبي ما تشغلش بالك بيها، هي كده دايما بتحب تلفت انتباه الرجالة. اطمني مش ده النوع اللي يشغلني. مبروك. وفي بيتها بتتفاجئ بيه بيحاصرها: انت عايز ايه؟ روح لخطيبتك. انا حذرتك انك تختفي. كنت بتعملي ايه عند بيت خطيبتي؟ سيد كيم روح اكشف نظر، ده بيتي. بيقرب ايديه وهو بيحذرها: اللي بينا هيفضل بينا لو خايفة على حياتك. وايه بقى اللي بينا؟ بيخاف يضعف وبيبعد. واضح ان الخطوبة مهمة قوي عندك. اكيد انا عايز زوجة نقية وبريئة متعلمة تمثل عيلتي. بريئة. طيب يبقى سلم لي على البراءة. انت مش فارق لي من الاساس. مادام اخدت فلوسي فاتجوز اللي تحبه. انا عندي موعد الليلة مش فاضية. والله بالسرعة دي لقيت البديل؟ اكيد. شاب جميل وغني، والأهم من كده إنه صغير وبتتك عليها. كانت هتمشي بياخد التليفون وبيرميه وبيقرر يربيها. بيمر الوقت. اللي حصل الليلة ياريت ما يتكررش تاني. وكان هيمشي. استنى سيد كيم، اللي بينا احنا اتحاسبنا عليه، بس الليلة دي بره الحساب. معلش، اللي أهم من الشغل ظبط الشغل. جين انت للدرجة دي بتحب الفلوس؟ أمالها أحبك انت؟ تاني يوم بتقابل الشاب وبنعرف إن اسمه ليه. بيقضوا وقت لطيف سوا.
وقصاد القصر بيقف وبيعرض عليها تكون معاه وقت السباحة علشان يتعرفوا على بعض أكتر. جين مش حابة تجربي؟ لا الوقت اتأخر، أنا لازم أمشي. بيرمي عليها المية بطفولة. يلا بقى أديك اتبليتي، ما عندكيش حل تاني. ابعد إيديك. لا مش هبعد. بيقاطع نظراته البريئة صوته الرجولي. بتعملوا إيه؟ عمي؟ عمك؟ إيه الحظ النحس ده؟ دي الدنيا دي طلعت صغيرة قوي. عمي أعرفك، دي جين. إحنا هنقعد نتعرف؟ جدتك في المستشفى. بيستأذن ليه إنه هيمشي، وكانت هتمشي هي كمان. من إمتى وإنتي تعرفي ليه؟ وإنت بتسأل ليه؟ يا ترى غيران؟ بيرميها لبعيد. أنا ما يفرقليش تبقي مع راجل تاني، المهم تبعدي عن ليه. ولو قلت لأ يا ترى هتعمل إيه؟ عايزة كام؟ بتتعمد تغيظه. سيد كيم ليه مش زيك؟ أنا عايزة أكون معاه بإرادتي لأني بحبه. بيجن جنونه وقتها، ويا ترى هدفع فيكي كام المرة دي؟ فبتديله على بوزه. في اللحظة دي بتوصل شين اللي بتتهمها إنها جات للقصر عشان تغوي خطيبها. حبيبتي بصي على وش خطيبك وانتي هتفهمي الحقيقة، أو أقولك اسأليه. وهي ماشية بتتعمد تقرب علشان تحرك مشاعره أكتر. كيادة. حبيبي انت كويس؟ ابعدي ايديكي، ورايا شغل. وفي البيت بتقعد مع كلبها تشكيله أحزانها. بيوصل لها مكالمة. جين الحقي، المختبر وقع في ورطة، كل الكلاب اللي أخدت اللقاح فرقت الحياة. وهناك بتتفاجئ بالفوضى. بتحس جين إنها السبب. أنا هعوضكم وهتحمل المسؤولية. بتتفاجئ وقتها بالإزاز وهو بينزل على راسها 100 حتة. بتوصل وقتها يون. إيه حصل؟ العلاج في حد بدله، وحاليا المختبر هيتقفل. الكل دلوقتي شايف إني مذنبة. أنا مش زعلانة غير على الأبرياء اللي وثقوا فيا بس أنا فشلت أحميهم. تفتكري مين عمل كده؟ مفيش غير الأم وبنتها. خايفة لا آخد جوز بنتها. طيب هتعملي إيه دلوقتي؟ هروح للبيت، في حساب لازم يخلص. وهناك بتدخل من غير كلام وبترمي القهوة على وشها. لو عايزة تأذيني خليكي قدها وأذيني أنا، كلابي لأ. وانتي بقى عندك دليل؟ مش كفاية بتحاولي تغوي جوز أختك؟ مرات أبويا ما تنسيش أنا تربيتك ولازم أعمل زيك. لو خايفة على خطيبك اربطيه جنبك. وعلى رأي المثل، اللي عنده معزة يلمها. في اللحظة دي بيوصل الأخ. إزاي تتجرأي وتقربي من أمي؟ وبيرميها من فوق. بيوصل وقتها في آخر لحظة وبياخدها بين إيديه. في اللحظة دي بتقرب شين وبترميها لبعيد. كيم انت كويس؟ عاجبك كده؟ اهو خطيب بنتي كان هيتضرب بسببك. بيبعد ايديها كأنها جربانة. العم هو اظن ان اللي حصل ده يعتبر جريمة. بتحاول الام تدافع عن ابنها. هو بس كان بيحميني منها. انا ما عنديش وقت لمشاكلكم. لو ما حلتوهاش في اقرب وقت الخطوبة دي هتنتهي. بتقف بعدها جين وبتقول بتحدي. انا هعرف ازاي اندمكم انكم خليتوني عايشة للحظة دي. يا وجع العربية. بيجي الليل وبتستعد علشان تقرب من كيم وتاخد حقها، بس بأسلوب الستات القادرة. كده نقدر نقول اللعبة ابتدت. وفي المكتب بتقرب بخطوات ثابتة وبتزعج نومه. مين سمحلك تدخلي؟ أبدا. وحشتني. أنا حذرتك إياكي تظهري قصادي. أيوة بس أنت أنقذت حياتي ولازم أشكرك. بيتمالك مشاعره. ومين قالك إنك فرقالي؟ أنا عملت كده علشان أحافظ على جوازي. اخرجي. اخرج؟ اروح فين؟ اروح لليه؟ ما تختبريش صبري. انا باخد رأيك. شفت انا مطيعة ازاي؟ وكان لسه هينهار بيوصل ليه. طب ليه؟ انت قليل الادب. ما تعلمتش ازاي تخبط قبل ما تدخل؟ عمي من امتى اصلا وانا بخبط؟ وكان هيقرب بيمنعه. استنى اتكلم عندك. بصراحة جين حصل معاها مشكلة في عيادتها وكنت عايزة اساعدها. وانت بقى تعرفها علشان تساعدها؟ بصراحة جين بنت جميلة ومميزة وقليلة الأدب. عمي دي كلها إشاعات. بيمسك إيديها قبل ما تتهور وتفضحهم. أنا عندي اجتماع. عمي قلتلك عندي اجتماع. تعالي بقى. السيد كيم واضح إنه غيران ويا ريتها ما اتكلمت. بيمر الوقت وببرود بيقول اكتبي لي المبلغ اللي تحبيه. سيد كيم أنا مش عايزة فلوس، أنا عايزاك. يعني إيه؟ بتقرب منه فجأة. يعني عايزاك تكون ملكي. بيرميها لبعيد. أحلامك بعيدة قوي. مش معنى إني بقرب منك إني هسمح لك تاخدي مساحة في حياتي. يا ابن الغدارة. التوكسيك في أبهى صورة. بس أنا مش باخد إذنك يا سيدي. اعتبرني معجبة. يا ريت خطوبتك من شين تغيها. أنا نصحتك وأنت براحتك. بيجي الليل وبتسهر مع ليه يتعشوا سوا.
بيعرفها إنه كلم عمه بخصوص المشكلة علشان يساعدها. طيب وهو وافق؟ أكيد عمي ما يقدرش يرفض لي طلب، ده زي أبويا. وبابتسامة هادية بس الخوف مليها: جين، أنا كنت عايز أعترفلك بحاجة. بتستغل جين وقتها الفرصة وبتكلم كيم تسمعه كلام ليه: أنا بحبك من اللحظة اللي شفتك فيها وانتي واخداني. بيتجنن كيم من كلام وبتزود الطين بلة وبتقفل المكالمة. اعرف لي مكان جيم فين. وعكس المتوقع بتقول جيم بصوت ثابت: ليه انت لسه ما تعرفش شخصيتي كويس، انا بنت وحيدة اهلها رافضين وجودها، ولا عندي فلوس ولا عندي شهادة. كانت بتقول كده لانها عارفة انه اكيد هيبقى زي عمه. جين، انا عايزك انتي بكل عشوائيتك. مش عارفة اقولك ايه. ما تقوليش، هسيبك وقت تفكري، اديني فرصة. في اللحظة دي بيوصل كيم: عمي انت بتعمل ايه هنا؟ بيلاحظ وقتها العملاء وبيفهم انه في اجتماع. طيب هنمشي احنا، كل ده علشان يخرب القعدة الفراشات. راجل غيور. بس جين كانت لازم تحط التاتش بتاعها، وبابتسامة الثقة بتغيظه. بترجع للبيت بتتفاجئ انه واقف لها قصاد الباب: سيد كيم، احنا انفصلنا، اظن ان وجودك هنا ملوش داعي. بيشدها بين ايديه وكانت ليلة مليئة بالفراشات. بيمر الوقت وبيبعت لي رسالة: وحشتيني، لسه سهران بفكر فيكي. بتتعمد تخليه ينهار. كيم، أرد أقوله إيه؟ ارفعي له بلوك. ليه؟ هو في بينا حاجة؟ كل ده ومفيش. أنا قلتلك ارفعي له بلوك. أنا ممكن أسمع الكلام بس بشرط تنهي خطوبتك بشين. يعني بتستخدمي ليه علشان تساوميني؟ أنا بحذرك إياكي واللعب معايا. فبتطيره من على السرير وبتنادي للكلب بتاعها: كيم. نعم، انت سميتيه على اسمي؟ وانت مالك؟ كلبي وانا حرة فيه. مبروك الخطوبة. تاني يوم بتبدأ الحفلة. بيقف كيم قلقان من غيابها. بيقاطع تفكير وصولها بالأحمر الصارخ وبرفقتها الوللي وسط ذهول الكل من جمالها. عينيه ما بتتحركش من عليها. وجرب نار الغيرة. بيفتكر كلامها وتهديدها وبيعرف إنها مش سهلة. بتلاحظ شي نظراته ليها: حبيبي، ووقت تلبيس الدبلة. في اللحظة دي بيتعرض لشين فيديو ولا يا ولا دي شوية. بتقول وقتها جي لنفسها: بالنسبة لك شين البنت البريئة اللي تستاهل تشيل اسمك واسم عيلتك، أما أنا مجرد بنت بتشتريها وقت ما تحب. بتحاول العيلة تبرر اللي حصل، بترفض الجدة التبرير وبتمشي. وبره القاعة بيقف يستناها بيسحبها لبعيد: انتي السبب مش كده؟ كيم، معقولة قربت مني كل ده ولسه متعرفنيش؟ أنا اديتك فرص كتير وانت ما استغلتهاش صح. في اللحظة دي بيوصل ليه. بتتعمد تبان بريئة قصاده علشان يدافع عنها: عمك شايف إن السبب وكان عايز يعاقبني. عمي، جي ملهاش ذنب، شين هي اللي خانتك. طب تعالى معايا بقى نشوف مين ليه ذنب. وفي العربية بيسرح فيها: ازاي قادرة تكون قوية وعنيدة وضعيفة في نفس الوقت؟ هو بيطلب من المساعد يعرف له الحقيقة في أسرع وقت. تاني يوم وفي ضلمة الليل بتسوق جين على الخط السريع. بتتفاجئ بعربية بترميها للنهر. وعند جين بيقعد سرحان فيها عايز يكلمها بس خايف يقرب. بيتفاجئ بمكالمة منها: كيم، انقذني. وبيفصل الخط. وفي اسم الشرطة بيعرفهم الشرطة إنهم لقوا كل حاجة تخصها إلا هي. إحنا آسفين، عملنا اللي قدرنا عليه. بينهار كيم من فكرة إنه ممكن يخسرها. مستحيل، انت لازم تلاقوها. وعندي يوم بنكتشف إنها قدرت تخرج من العربية وقررت تلعبهم بنفس لعبتهم. وعندي كيم بيقعد منهار مع كلبها. بقى مدمن السيجار. أي حاجة كانت ذكرى منها بقت بالنسبة له أمل إنها ممكن ترجع في يوم. في اللحظة دي بيبعت له المساعد كل معلومات جين وعائلتها. وبيفهم إنها بقت كده بسبب أبوها ومراته اللي من صغرها وربوها على الألم والفقد بس. ووسط الدموع بتبعت شين رسالة: كيم، بكرة عيد ميلاد أبويا، ما تنساش تحضر، هستناك. تاني يوم بيوصل الحفلة وبصوت بارد بيقول: عيد ميلاد سعيد، بس في مفاجأة صغيرة يا رب تعجبك. وبيتعرض على الشاشة فيديو للشاب اللي اتسبق في الحادثة وهو مع مرات الأب وبيخططوا سوا. صدقني مش أنا السبب، ده الخادم. الله، طب وانا مالي يا لمبي؟ وعلشان يثبتوا الحكاية عليه بيديله الأخ على بوزه. ووسط التوتر والقلق بيقاطع الكلام صوت خطواتها الثابتة. بيقرب عليها وهو هيطق: انتي لسه عايشة؟ ايه، كنت عايز تخلص مني؟ وانت يا ابويا بالسرعة دي احتفلت بعيد ميلادك؟ انت حتى ما عاقبتش مراتك على عملته.
انت بتتهميني، الخادم هو السبب، مرات ابويا. ما تتعبيش نفسك في التبرير، الدليل معايا. بس ممكن اسامحك بشرط كل الاسهم تبقى ملكي. انت بتحلمي كانت هتمشي بتمنعها، خلاص هديلك النص. تمام. وقبل ما تتحرك بيمنعها كيم. سيد كيم خلي بالك، خطيبتك مركزة معاك، حاسب لا تزعل. وفي البيت بيستناها وقبل ما تتكلم بيحاصرها. أنا هعرف إزاي أحاسبك على وجعي كل الأيام اللي فاتت. بيمر الوقت وبينام بين إيديها بتلاحظ رسالة من شين، وبتتعمد تكشف لها حقيقة علاقتهم. بيفوق وبيلاحظ اللي عملته. مين سمحلك تعملي كده؟ سيد كيم، انت خايف تزعل منك؟ بيركز في عينيها وبيقول كنت أتمنى تكون مشاعرك ناحيتي حقيقية، مش بتستخدميني علشان تحققي أهدافك. جين، أكتر من الفلوس ما تحلميش. تمام، ما تنساش بقى تحاسب على الليلة ومصاريف الفندق. وبالمناسبة عايزة أغير العربية وأغير التليفون، وغيروا لي حياتي معاكم أرجوكي. تاني يوم بيقابلها لي اللي بيعبر لها عن مشاعره للمرة التانية. الحادثة اللي حصلت أكدت لي مشاعري ناحيتك. جين، أنا عايزك تكوني حبيبتي وأنا هحميكي بروحي. ليه؟ أنا أسفة بس أنا لسه مش جاهزة. ليه مش جاهزة؟ جين، أنا مش فارقلي كلام الناس، انتي اللي فرقالي. بصراحة عمك رافض وجودي ومش حابة أسبب لك مشاكل معاه. يا ستي أنا هاخدك ونروح ونحاول نقنعه، بس بعد كده ملكيش حجة. وفي قصر كيم بيقف ليه وهو ضممها بثقة. بتقول جين بصوت رقيق، مش هتبارك لنا يا عمي؟ عمك؟ طيب سيبنا لوحدنا شوية، حابب أتكلم أنا وجين على انفراد. عمي، أنا وجين مفيش أسرار بينا، قلتلك أخرج. بتقرب منه بمكر. سيد كيم، يا ترى عايزني في إيه؟ وحشتك؟ ليه خط أحمر وأنا حذرتك قبل كده وإنتي لسه مصرة تقربي منه؟ وأنا حذرتك إلغي ارتباطك بشين وأنا هبعد عنه. بيقربها بقوة وهو مركز في عينيها، واضح إني اتسهلت معاكي وبيقرر يربيها. بيمر الوقت وبتحاول تغير أسلوبها لأنثى بريئة مطيعة. لو حابب أكون ملكك وتحت أمرك لمدة 24 ساعة أنا موافقة. تمام، من اللحظة دي هتطبخيلي وتغسليلي وتهتم بيا، بس لمدة شهر. موافقة مدام السيد كيم هينفذ طلباتي، واعتبرها شبيك لبيك جين بين إيديك. في اللحظة دي بيوصل ليه يا ابن عكننت عليا اللحظة المهمة، وبيطرده بره. انت هتسافر لأمريكا. عمي، أنا جايلك علشان علاقتي بجين وانت عايز تخليني أسافر؟ عموما أنا مش باخد إذنك، كل فلوسك أنا جمدتها، يعني لازم تسافر. وفي البيت بتبدأ جين تنفذ طلباته، وعلى رأي المثل كل يهون لأجل العيون. في اللحظة دي بيبعت لها ليه رسالة، بيطلب منها تسافر معاه ويهربوا سوا بعيد عن العالم اللي رافض وجودهم. بيقرب كيم وبيلاحظ الرسائل بيضمها بتملك أكبر. واضح إنك نسيتي إنك ملكي لمدة شهر كامل. طيب حابب أعمل إيه؟ ارفضي وقصادي. ويا ولد على ابتسامة الانتصار. لا، دي محتاجة مكافأة. وعلى العشاء بيتفاجئ بالأكل الشايط. هو المفروض آكل الأكل ده لمدة شهر؟ على فكرة بقى دي أول مرة أطبخ، يعني يا ريت تقدرني. بيكتم المر جواه. جميل، تسلم إيديكي بجد. طيب ليك عليا كل يوم من ده أحسن، مش كدبت، تستاهل. وعلى السطح بتقف تنشر الغسيل زي أي ست شطورة. بيقف يراقبها من بعيد، بيفتكر تصرفاتها المجنونة والأنانية والعنيدة والحنينة. يا ترى انت مين فيهم؟ تاني يوم بتصحى على أصوات غريبة في القصر، بتتفاجئ إنهم عيلتها وجدة كيم. بتحاول تبان رسمية، أنا السكرتيرة الخاصة بالسيد كيم. بطلي تمثيل، انت في بيت خطيبي علشان تغويه. بتأمرها الجدة تخرج برا القصر. والله أنا هنا بأمر من السيد كيم، تقدري تسأليه بنفسك. بتنادي للحراس علشان يرموها، محدش يقرب، أنا هخرج بنفسي. وفي الشركة بتتفاجئ بكيم وهو محاصر. انت بقى عامل لي فيها ريس وبتأمر وتنهي وأنا مستحملك، بس مش هستحملك تاني. بتخاف جين تخسره وبتقرر تخاطر بحياتها علشانه. في اللحظة دي بيفقد وعيه بين ايديها. بيمر الوقت وبيصحى على قربها. انت كويس؟ انا محتاجة اربيكي، انت ما عندكيش عقل، كنتي هتضيعي حياتك. انا عملت لمصلحتي، يعني لو خلصوا عليك هزهق مين انا؟ بيصدمها برده. جين، مهما عملتي أنا مش هقدر أديلك اللي عايزاه. في اللحظة دي بيوصل الثلاثي المرح، فبتنسحب جين. تاني يوم بيتخيل كيم إنه كان ممكن يخسرها. بيفوق وهو مرعوب على صوت خطواتها.
انت كويس؟ بيلف وشه لبعيد. انت زعلان لاني مشيت؟ انا بس ما كنتش عايزة خطيبتك تتضايق من وجودي. بيسرح في نظراتها. معقول تكوني حبتيني ولا ده مجرد وهم في خيالي؟ وبعد شهر واخيرا بيرجع للبيت بكامل ثباته على المبدأ. اهم حاجة الثبات على المبدأ. بيجي الليل وصوت الرعد مالي المكان، ومع خطوات هادية بيتفتح الباب. بيتفاجئ ليه بيهم سوا. علشان كده رميتني لبره وأجبرتني أسافر؟ أنت كنت أقرب حد ليا، أنت كنت سري. إزاي أخدت البنت اللي حبيتها؟ وبيمشي وهو مقهور، وعلى الخط السريع بيرفض ليه كل اتصالاتها. بيتجنن وبيزود السرعة أكتر وهم قصاد عينيه لحظة الخيانة. مش قادرة تفارق خياله. في اللحظة دي بتظهر عربية قصاده وما بيقدرش يتفاداها. وفي المستشفى بتقعد جي منهارة من فكرة إنها السبب في كل ده. بيخرج وقتها الدكتور اللي بيأكد إن حالته صعبة ونسبة النجاة مستحيلة. بتنهار الأم على ابنها. بتوصل وقتها جين وأمها العقربة اللي بيلمحوا لها إن جين السبب في كل حاجة، فبتديها على بوزها. بيوصل وقتها كيم وبيبعدها. هي دي اللي هتخسر سمعة عيلتك وابن أخوك علشانها. بيفتكر كلام الأخ اللي طلب منه ينهي علاقته بجين مهما كان التمن. بيقرب منها بهدوء وبياخد ايديها وبيمشوا سوا. تاني يوم بتقرر جين تروح للشركة علشان تطمنه. بتلاحظ برود ملامحه بس بتتغاضى عنها وبتقرب بحب. خلاص بقى أنا اطمنت على ليه وهو بقى كويس. بيبعدها عنه وبيتجاهل كلامها. جين، أنا عايز منك وعد. إيه هو؟ بعد ما ليه حالته تستقر عايزك تبقي معاه واعتبري اللي بينا انتهى. إيه؟ مش انتي عايزاني أفسخ خطوبتي بشين؟ أنا موافق، بس كوني مع ليه وخليه كويس. بتقرب عليه وهي منهارة. أنا مش لعبة تقرب منها وتبعد وقت ما تحب. بس دي غلطتي من البداية، ما كانش لازم أقرب. وبتسيبه وبتمشي. بيجي الليل وبتسرح في ذكرياتهم سوا. كل ده كان مجرد وهم. بتحس وقتها بتعب غريب مستحيل. تاني يوم بتقرر تروح للدكتورة اللي بتأكد لها إنها حامل. وفي العربية بيسيطر عليها الرعب، خصوصا كلام الدكتورة اللي بتأكد لها إنه ما ينفعش تخسر الجنين لأنه الحمل بالنسبة لها نسبته ضعيفة. وفي الشركة بتقف قصاده ببرود. أنا حامل وعايزة أحتفظ بالطفل. وإنتي بقى المرة دي هتستخدميه إزاي؟ كيم، أنت أبوه ولازم تبقى عارف بوجوده. تمام، لو ده ابني فأنا مش عايزه، ولو ابن غيري فروحيله، ما تضيعيش وقتك معايا. فبتديله على بوزه. يستاهل، هو أصلا من أول الملخص فارسني. بتقطع التقرير وبترميه في وشه وبتمشي وهي منهارة. إزاي اتخدعت فيه بالشكل ده؟ بيرجع للبيت وبيتخيل وجودها، روحها اللي سابت علامة في كل مكان. بيقعد قصاد التقارير مهزوم بيحاول يجمع صورة ابنه. ما كنتش عايزك تمشي، صدقيني ده غصب عني. وعندي جين بتلاحظ يوني إنها حزينة. بت، ولا تزعلي نفسك، أنا هجوزك سيد سيدو. أنا حامل. إيه؟ طيب وهتعملي إيه؟ أبدا، هحتفظ بالطفل وهبعد عنه. ما بقتش عايزاه في حياتي. وعندي كيم بيشرب علشان ينسى إحساسه بالعجز. بتقرب شين اللي بتحاول تستغل ضعفه. بيتخيلها جين. أنا جين ورجعت علشانك. وبتقرب أكتر. تاني يوم بيصحى وبيتفاجئ بيها. احنا كنا سوا ليلة امبارح، وأظن إن ده أكبر سبب ممكن يخلينا نتجوز. مستحيل. خدي الدواء وإياكي تفكري إنك تحملي. بتفتكر شين ليلة امبارح وبنعرف إنه حس من قربها إنها مش حبيبته ورفضها، بس استغلت إنه ناسي علشان توهمه بقربها. بيروح بعدها المستشفى اللي بيقرب علشان يساعده. بيبعد عنه. انت كداب، انا مستحيل اسامحك. بصلي كويس، انا علشانك دفعت الثمن اضعاف. وكان يقصد جين. بيوصل وقتها الاب اللي بيطلب من كيم يخرج. عمك بعد عنها علشانك، اخرجوا سيبوني لوحدي. وبيقرر يبعت لجين رسالة: أنا عايزة أشوفك. وفي المستشفى بتقرب وهي متوترة من مواجهته. ليه؟ مش عايزاك تفكر في اللي حصل، وفي النهاية أنا موجودة وقت ما تحتاجني هتلقاني. بيوصل وقتها الأب اللي بيقول بجمود: ابني مش محتاج مساعدتك، ويا ريت تبعدي عن عيلتنا. بيطلب وقتها ليه من أبوه يمشي للشركة. محتاجاك وسيب جي معايا. كل ده وكيم مراقب من بعيد حب اللي بيخسره ويسلمه بإيديه لشخص تاني. بيمر الوقت وبتقرب جي من ليه أكتر وبتهتم بيه علشان يرجع أحسن. تاني يوم بتقرر شين تروح للشركة. مش قلتلك مش عايزة أشوف وشك تاني؟ من غير كلام بتقرب التقرير. أنا حامل. وهو أنا مش قلتلك تاخدي الدواء؟
أنا فعلا عملت كده ورحت للدكتورة كمان، وقالت إن نسبة الحمل ضعيفة، بس حصل أعمل إيه؟ تمام، لو ده فعلا ابني هتحمل مسؤوليته، بس إني أتجوزك فده في أحلامك، أنت لسه بتفكر فيها؟ خلص الكلام، اخرجي وحافظي على اللي باقي من كرامتك. وعندي ليه بيقرب كين كالعادة بيحاول يصلح اللي انكسر بينهم. عايز ايه؟ ابدا، حبيت اهتم بيك شوية يا عمي. انا مبقيتش قادر افرق بينكم انتوا الاتنين، بقيتوا واحد بالنسبة لي، كل واحد فيكم بيحاول يطمنه انه جنبي. انا فكرت كتير والفترة دي علمتني جي ما حبيتش غيرك. انا عارف اني حاولت اخد حاجة مش ملكي، بس ما تخسرش حبك علشان حد تاني. حتى لو مش قادر أسامحك، بس انت هتفضل أهلي. ويلا بقى مشيني شوية. وفي الممر بيلاحظ وقتها شين وهي واقفة بالتقرير: أنا حامل. والطفل الكيم بتتجاهل جين الخبر. مبروك. ليه؟ تعالى نتمشى سوا. في اللحظة دي بيرميها لبعيد: أنا حذرتك كتير، إياكي تحلمي إني ممكن أتجوزك. وفي بيتها بيقعد يستناها طول الليل. أظن إن وجودك هنا ملوش داعي. بيقرب إيديه: دول 5 بطايق ونقلت باسمك 10 شقق، يعني اعتبريهم تعويض. أنا عوضي على الله فيك الملخص ده. إحنا وصلنا لهنا بسببي، بسبب أنانيتي، فلازم أعوضك. بتنزل دموع اللي بتعلن قصادها الاستسلام، بس بيحارب ضعفه. النهاردة آخر يوم هنتقابل فيه. كان عايز يحس منها بالتمسك، وكان هيقف قصاد العالم. تمام، زي ما تحب. بتقعد بعدها بقلب طفلة اتخذلت وفقدت كل حاجة. كانت فاكرة إنها لقت اللي قادر يشوف حقيقتها، الصورة اللي محدش قدر يفهمها، بس طلع زيهم شايف الغلاف وبس. تاني يوم بتروح للشركة وبتقرر تكشف أسرار مرات الأب قصاد الكل، ولأنها ملكت نص الأسهم بيقف الكل معاها، وبتوصل الشرطة اللي بتقبض عليها. وأخيرا وفي المختبر بتقف قصاد الحيوانات تودعهم بنظرات حب بعد ما سلمته لحد يقدر يديره بشكل مناسب، والأهم إنه يحافظ عليهم. آنسة جين، بس المكان ده حلمك، معقولة هتتخلي عنه؟ أحيانا بنضطر نتنازل عن حاجات بنحبها علشان الحياة تمشي، وأنا لازم أسافر. وفي الجراج بتتفاجئ بحد بيفقدها وعيها، وفي مكان مقفول بتفوق بعد ما أدركت إنها محاصرة في تلاجة. بتحاول تنادي: في حد هنا؟ جين، انتي أذيتي أمي ودمرتي العيلة، انتي لازم تبقى دي نهايتك. انتي مريضة، بتوهمي نفسك إنك بتاخدي حق الأم، وانتي بتاخدي حق نفسك إنك ما قدرتيش توصلي لكيم. معاكي حق، أنا عملت كل حاجة علشان يسمح لي أقرب، حتى إني اتظاهرت بالحمل وبرضه رفضني. بس يا نعيش عيشة فل، يا نودعها احنا الكل. بيمر الوقت والنفس بيبدأ يروح منها، وفي اللحظة الأخيرة بيوصل كيم. بتطمن بوجوده وبتفقد وعيها بعد المعافرة. وفي المستشفى بتفوق وبتلاحظ قربه وبتبعد ايديها: انتي فوقتي؟ بقيتي احسن؟ انت اللي انقذتني. كنت حاسس ان شين مش هتعدي رفضي بالساهل، فكنت براقبها طول الوقت. لحسن الحظ اني وصلت. شكرا. بيحس بالتوتر والخوف، مشاعر متلخبطة، كلام مش عارف يرتبه. انا بعترف، أنا كنت خايف أخسرك للمرة التانية. أنا بعترف إني كنت غبي وأناني علشان كبريائي جرحتك واتنازلت عنك، ما حسبتهاش صح. جين، صدقيني أنا ما حبيتش غيرك من أول يوم اتقابلنا فيه، وأنا عاشق ليكي. أنا أسفة، اللي بينا انتهى. أنت مش محتاج تعتذر ولا تعوضني عن اللي فات، أنا خلاص اتخطيتك. وطبعا كلنا عارفين الستات شوية تقل بس في البداية، وكانت نهاية فراشات. وفي النهاية ما تسمحش للظروف تحدد مصير قلبك، اتمسك بحبك للنهاية، لأن الحياة محطات. فاجمد كده واحجز التذكرة للآخر لو حابب توصل مع حبيبك لبر الأمان. وأخيرا لو وصلت معايا لهنا ما تنساش لايك واشتراكك في القناة، وأشوفكم الفيديو الجاي. سلام.